من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الحوارية من برنامج عطر الصباح. تستمر بلدية الشعب في الحسكة بمد المجبول الزفتي في أحياء وشوارع المدينة، ومنها الشوارع المهترئة والمتضررة. لنعرف أكثر عن مشاريع التزفيت يلي أنجزتها البلدية خلال عام 2024 وكمية المجبول الزفتي التي تم فرشها، معنا السيدة دنيا موسى، الرئيسة المشتركة للدائرة الفنية في بلدية الحسكة. يسعد صباحك. صباحك يا رب، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بداية أنسي دنيا، فلتحدثينا عن مشاريع التزفيت يلي أنجزتها البلدية خلال عام 2024 في مدينة الحسكة. قامت البلدية هاي السنة بتنفيذ مشروع مجبول زفتي من دوار جودي لدولاب العويس. طبعا هذا المشروع كان ضمن المشاريع الاستثمارية اللي اجتنا من هيئة الإدارة المحلية، بالإضافة لمشاريع ثانية قامت فيها البلدية، منها مشروع الترقيعات ضمن مدينة الحسكة، شمل عدد من أحياء مدينة الحسكة، الأحياء الجنوبية والشمالية كمان. ومشاريع قامت تنفيذ البلدية مع الشركة العامة للطرق مجبل الحسكة، كمان مع شركة أحمد تمر. كمان هاي شركة تابعة للإدارة الذاتية، كمان اشتغلوا معها بتسفيد عدد من الشوارع. الشركتين تم التعاون معهم فيما يتعلق بمشاريع التزفيت يلي قامت فيها البلدية. لو تعيدي لأسماء الشركات أنسي دنيا. كانت شركة تمر، نعم، والشركة العامة للطرق. تحدثتي عن المشاريع وأشرتي أنه عملية التزفيت تمت من دوار جودي لدوار العويس. الأحياء اللي شاملها التزفيت يعني هل شملت كافة الأحياء والشوارع؟ شملت أحياء الكلاسة والمعيشية والناصرة حاليا. ولسه في أحياء ثانية عم يتم دراسة، يعني عم مكتب الدراسات الدائرة الفنية بالبلدية عم يشتغل على أحياء ثانية، عم يشتغل عليها. وطول ما الجو والأحوال الجوية تساعدنا على التثبيت رح يكمل مشروع التثبيت معنا. يتم اختيار الأحياء وفقا للدراسة اللي عم بيقوم فيها الدائرة الفنية، ولا في كمان شكاوي الأهالي عم تصلكم وعم تغطوا بعملية التثبيت الأحياء والشوارع؟ هلا هي مبدئيا عم نشتغل حسب الدراسات اللي عم تكون فيها الدائرة الفنية، بس هي كل الشوارع هي شوارع بحاجة هذا الموضوع، يعني سواء إذا كانت عن طريق شكاوي أو اللي اختارت الدائرة الفنية، هي كلها شوارع بحاجة لتثبيت. نعم. نتحدث عن كمية المجبول الزفتي السيدة دنيا الذي خصص لمشاريعكم لهذا العام. تقريبا شي 15,000 متر مكعب نحن اشتغلنا لحد هاي اللحظة، ولسه العمل مستمر، يعني لسه ما خلصنا. الكمية اللي تحدثتي انه 15,000 متر مكعب، الكمية التي تم فرشها لحد الآن ما هي؟ اللي تم فرشها 15,000 متر مكعب اللي تم فرشها. أما الكمية غير محدودة، يعني الكمية اللي عم نشتغل عليها غير محدودة، يعني نحن ما عندنا كمية معينة عم نشتغل على أساسها وبس تخلص رح نوقف، لا، هي كمية غير محدودة. لحد الآن احنا فرشنا 15,000 متر مكعب. نعم. والعمل مستمر يعني لسه. نعم. نتحدث عن عملية التزفيت أنسي دنيا. هل يتم صيانة الشوارع المهترئة وإزالة بقايا الزفت القديم، ومن ثم البدء بمد المجبول الزفتي الجديد؟ كيف يتم عملية التزفيت؟ بكل الأحوال هي الشوارع بحاجة للتزفيت بشكل كامل، فعم نشتغل على مادة الانسيزيرو. تقريبا الشوارع هي مهترئة بشكل كامل، اللي تم تزفيتها بشكل كامل هي شوارع مهترئة تماما يعني. فعم نرش مادة الانسيزيرو ونزفت سماكة 7 سنتي. أما الشوارع اللي تم فيها قص المقاطع المهترئة هي مشروع الترقيعات، فكنا نشتغل نقص المقاطع المهترئة بالشوارع، اللي وضعها جيد أو فوق الجيد بشوي، فكنا نقص المقاطع المهترئة ونرش مادة الانسي زيرو ونزفت. نعم. أشرت في بداية اللقاء عن مسألة الشوارع والأحياء اللي تم تزفيتها. نتحدث أكثر إلى أين وصلتم في إنجاز مشاريع التزفيت، وأي الأحياء حاليا ورشات البلدية عم تشتغل عليها؟ حاليا الورشات المعيشية طبعا ورشة البلدية، وفي بالكلاسة، هنا ورشتين اللي عم يشتغلوا. نعم. ورشة بالكلاسة وورشة بحي المعيشية.
بس نخلص في لسه عنا في شوارع بتل حجر، وممكن ننتقل لحي الصالحية حسب الأحوال الجوية يعني. نعم. كثيرا يعني الناس ما أو الشكاوي التي تأتي فيما يتعلق بعملية التسفيت هي جودة التسفيت، يقال بأنها رديئة. ما ردكم على هذه الشكوى؟ طبعا جودة الزفت أحيانا فعلا الزفت يجي مو مقبول، فنيا مو مقبول. لجان الإشراف ترجع القلابات اللي مو مقبولة للمجبل، بحيث إنه يحسن من هاي إدارة البلدية مع إدارة المجبل عم يشوفوا موضوع تحسين جودة الزفت يعني. تعاونكم مع هذه الشركات هل حسنت من جودة الزفت أنسة دنيا؟ أكيد طبعا. يعني الزفت عم يتم بالمجبل تحت إشراف مهندسين كمان الدائرة الفنية بالمجبل، وهن هلا صاروا تابعين كلياتهم لبلدية الشعب يعني. الكل صار مع بعض، فخبرات الدائرة الفنية بالبلدية بالإضافة لخبرة المجبل عم يشتغلوا مع بعض. يتم الإشراف على جودة الزفت اللي عم بيتم فيها ترقيع وتسفيت الشوارع بمدينة الحسكة. نتحدث أيضا عن التكلفة سيدة دنيا، كم بلغت التكلفة المشاريع الزفتية لعام 2024؟ المشاريع تكلفتها لحد هذه اللحظة أكثر من 150,000 دولار. طبعا نحن لسه ما حسبناها بدقة، بس أكثر من 150,000 دولار أكيد. هل كانت هناك تكلفة مخصصة أو محددة للمشاريع بشكل عام أم كانت مفتوحة يعني؟ مشاريع الزفت ما لها تكلفة محددة. أما مشاريع البلدية بشكل عام لها تقريبا تكلفة محددة. المشاريع الصرف الصحي هاي بس الزفت ما له تكلفة محددة. طول ما نحن بنشتغل ما في تكلفة رح نوقف عندها يعني. نعم. إلى متى ستستمر هذه المشاريع، مشاريع مد المجبول الزفتي لأحياء وشوارع مدينة الحسكة؟ طالما الأحوال الجوية تساعدنا على أن نمد زفت رح نكمل. نتحدث أيضا حسب الأجواء يعني، حسب الأحوال الجوية. أيضا نتحدث عن أبرز المشاريع الفنية القادمة التي تعملون عليها لمدينة الحسكة. ما هي تلك المشاريع؟ عندنا مشاريع الصرف الصحي، طبعا هي قائمة حاليا. نحن تقريبا بس يبلش الشتاء المشاريع توقف تقريبا يعني. ما يضل في مشاريع، بس مشاريع الصرف الصحي لساتها قائمة بأكثر من حي من أحياء الحسكة. فيها حاليا رح نشتغل مشروع صرف صحي بمشيرفة، مشروع صرف صحي ببلدة طلطويل. نعم. بالإضافة إلى مشاريع الاستبدال بالأحياء الجنوبية، مشروع الاستبدال الصرف الصحي بالحارة العسكرية، يعني مشاريع صرف صحي. بالإضافة في مشروع دهان المنصفات، عم يدهنوا عن ظهر المنصفات وترميم المنصفات كمان. نعم. ضمن المدينة. نعم. عادة ما يكون يعني مشاريع التسفيت أو المشاريع التي تتعلق بمسألة الطقس، يعني الجو، تؤثر على إتمام عملية أو تلك المشاريع. هل تأخرتم بتلك المشاريع برأيك؟ يعني تحدثنا عن تسفيت يعني ترقيع الشوارع. ترقيع الشوارع بدأ من بداية الصيف، يعني صارنا أكثر من 3 شهور بعملية الترقيع. نعم. أما مشاريع التسفيت نحن كنا نستنى يعني أمر الإدارة. كمان الشركات اللي عم تشتغل معنا حاليا كان عندها عقود بغير مكانات حتى خلصت. هذا الشيء أثر على أنه تأخر شوي عملية المشاريع التسفيتية. تأخرت عملية البداية بالتسفيت يعني. نعم. نعم. كلمة أخيرة إذا حابة تضيفيها سيدة دنيا، تفضلي. شكرا لكم على المقابلة، شكرا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. توفيق. ما فيش تاني. التوفيق ونجاح لكم. السيدة دنيا موسى، رئيسة المشتركة للدائرة الفنية في بلدية الحسكة، كنت معنا تناولنا مشاريع التسفيت يلي أنجزتها البلدية خلال عام 2024. كتير شكر لك، يسعد صباحك.